مرحبا. أهلا. نتعرف عليك؟ يونس محمد إبراهيم. يونس، أنت مصاب من الجيش العربي السوري، ما تحكي لنا عن إصابتك؟ أنا كنت أخدم بمدينة دوما بالشام، كنا على حاجز، كنت على حرس. أنا مشي خلصت حرس، أنا طلعت من المحرس وجتني طلقة قناصة ووقعت بالأرض. ساعدوني رفقاتي على المشفى. بعد منها وعيت على حالي إني كنت بالمشفى، ما غير هيك ما الإصابة شو صاير فيك ياسر؟ الإصابة يونس سوري. إصابة سببت لي شلل بجسمي من صدري ولتحت. كيف معنوياتك؟ الحمد لله ممتاز. شو بتوجه كلمة لرفقاتك بالجيش العربي السوري؟ خليني يشدوا حالي وإن شاء الله الأزمة رح تخلص بكي. إن شاء الله يا رب. مرحبا. يا هلا. أنت سمعت بإصابة ابنك، فينا تحكي لنا عن شعورك؟ شو بتوجه كلمة للجيش العربي السوري؟ الجيش العربي السوري الله ينصره، والله ينصر لنا الرئيس ويحل الأزمة عنا إلهي مقبل. آمين يا رب. تعرف حضرتك؟ أنا حلا عيسى، محملة الوطنية لدعم جرحى الجيش العربي السوري بطرطوس. هلا كيف عم تتواصلوا مع الجرحى؟ هلا أنا من خلال زيارتي للمشفى العسكري بطرطوس بشكل دائم، من زياراتنا بنعرف أسماء جرحى الجيش العربي السوري بطرطوس، ومن خلال الزيارة الأخيرة تم التعرف على الجريح البطل يونس إبراهيم. تواصلت معه على التليفون، رد علي أخوه، أخذنا موعد للزيارة، ونحن بالحملة قررنا نزور الجريح البطل نتعرف عليه شخصيا ونسمع ونعرف عن بطولاته الجريح. يعطيك العافية. نعم. أنسلام. بتمنى الشفاء العاجل لكل جرحى الجيش، والله يحمي البلد. كيف تواصلتي مع الحملة؟ أنا دائما على تواصل مع الحملة وبحب دائما إني أشارك معهم. داملينا. الحملة كيف بتتم وقت اللي بتعملوا زيارات على أسر الجرحى؟ كيف بتتم دراسة الحالات؟ نحن ناخذ المشفى العسكري تقرير كامل عن نوع الإصابة وعن وضع البيت وعن كل شيء يعني، ونحن بنجتمع مع بعضنا بحملة ومنقرر لوين بدنا نروح. كل أسبوع نحن عندنا زيارة أو زيارتين، والحمد لله المغتربين عم يتواصلوا معنا، وأبناء طرطوس كمان نفس الشيء، كله عم يقدم الدعم وكله بيتشرف يقدم الدعم لهيك أبطال. تواصل. هن دافعوا عنا ونحن ما بنخذلهم، نحن بنكبر فيهم، هن وسام شرف لنا كلنا. كيف بيتم التواصل مع المغتربين؟ عن طريق الانترنت بالرسائل، بيشوفوا هن الإصابة على الصفحة عنا على الفيسبوك وبيتواصلوا معنا بالرسائل، وهن يعني الله يوجه لهم الخير، نحن بنكبر فيهم فعلا. هن سوريين أصيلين مهما بعدوا عن البلد، بس هن فعلا أولاد هالأرض الطيبة يعني. نشكر كل مين ساهم ودفع وقدم أي شيء يعني للبلد ولأهل البلد.
على السطح يا مي؟